بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ودايما بخير. النهارده هنعمل مع بعض الجلاش بالكنافه. شايفين يا جماعه الطعامه اللي احنا عاملينها دي؟ شايفين خبيزه؟ بسم الله ما شاء الله، من فوق زي من تحت، والحشوه جنان. شايفين يا جماعه؟ بكل سهوله هنعملها، ويلا مع بعض نشوف مقاديرنا ايه وهنعمل ايه. بس قبل ما نعمل هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. معايا بقى نعمل الشربات الاول. معايا كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، وعصرة ليمونة، نص ليمونة، ومعايا كيس فانيليا. هنقلبهم مع بعض على البارد لغاية ما السكر يدوب، وبعدين نحطه على البوتاجاز زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي. يلا نقلب بقى كده وهنحطه لغاية ما يدوب، وبعدين نحطه على البوتاجاز. شايفين يا جماعة؟ كده حطيناه على البوتاجاز. بقى الشربات معانا الكنافه، ده نص كيلو من الكنافه انا جايباه طازه. بس هناخد ايه نصه، انا حطيته في التلاجة ساعه كده يعني علشان الكنافه تمسك نفسها شويه. المهم ايه، خدنا نصه وهنقطعها بقى تقطيع كده. فانا قلت بدل ما اقطعها كده يلا نجيب الكبه بتاعتنا تروح ضربها لنا مرتين كده وتفهرهم مع بعض. شايفين اهو؟ قطعتهم في قلب الكبه، وهتديهم خبطتين وهتنعم وتبقى زي الفل بكل سهولة. مش هتاخد معانا وقت والله. الحلويات ديت يعني سهلة جدا وخفيفة، وتملي مطلوبة عندنا. كده ضربتين في الكبة وبقت زي الفل قدامنا كده. معايا بقى نص كوباية من السمنة سيحناها وهنقلبها على الكنافة. دي الكنافة دي اللي هنحشي بها الجلاش يا جماعة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. كده قلبي بقى كده السمنة. انا هجيب صينية واحطهم فيها لان مش هعرف اقلبها كده. كده فضيناهم في الصينيه بقى كده اهوت، وهنحطهم على البوتاجاز يا دوب يصفروا، يعني داخلين على الصفار. مش اصفر اصفر يعني، لا داخلين على الصفار. شايفين؟ شايفين يا جماعه؟ كده قلبنا بقى كده الكنافه وخدنا ربعها. حطينا ايه؟ معلقتين من جوز الهند، وهنحط معايا فول سوداني مجروش هنحطه مع بعض. كده هنحط معلقتين اهوت. شايفين اهو؟ بكل سهوله هنعملها. بسم الله ما شاء الله علينا، سهلة جدا، واللي ما بتعرفش اي حاجة هتعملها بكل سهولة ومش هتاخد معاها وقت. اه كده سيحنا الزبدة بقى معانا اهوت. وهنجيب لفة الجلاش، احنا جايبينها برضو طازة مع الكنافة. هنحطها على مفرش كده ونغطيه علشان ما ينشفش مننا. حطينا حاجتنا بقى نركنها على جنب ونبتدي ناخد ايه الجلاش. هناخد ورقتين بورقتين، بس اما ايه كده نسلكهم مع بعض. اول ورقة خدناها اهوت. شايفين يا جماعة؟ طلعت نصين. خلاص هنحطهم مع بعض ونحشيها برضو ونحطها. هنحط الورقتين على بعض كده وندهن بالسمنة كده. على فكرة السمنة والزبدة حلوين قوي قوي في توريق الجلاش، والسمنة اكتر كمان من الزبدة. بس احنا بنحط الزبدة عشان يديلها طعم احسن يعني. بس السمنة في الحلويات حلو، اي نوع سمنة. معانا كده دهنا بقى بالزبدة اهوت. هنحط الحشوة بتاعتنا اللي هي ايه الكنافة. الكنافة مصفرة، انا ما حمرتهاش يا جماعة، انا قلبتها شوحتها تشويحتين كده تمسك نفسها، وهي ايه يا دوب مصفر، مش لا ابيض ولا ذهبي. هي مصفرة بس كده وحطيناها اهوت. حطي بقى كتير كده علشان احنا هنبططها مش هنبرمها. بططي كده ولفي. وممكن تطبقي الجناب ديت علشان ما تطلعش منها، يعني ممكن الطرفين دول تطبقيهم لجوه وتلفي زي ورق العنب كده. كده دهنا الصاج بقى اهوت وحطيناها. يلا نجيب معايا كمان ورقتين. احنا هناخد ورقتين بورقتين. كده ادهني بقى اهو. واللي وصل معايا الفيديو لغايه دلوقتي ما ينسناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه يا جماعه. يا ريت اللايك يا جماعه علشان الكل يشوف ايه فيديوهاتنا. طبعا اللي بيتابعوني واللي بيحبوني واللي استفادوا مني اي حاجه بسيطه هيعملوا لي لايك. شايفين لون الكنافه يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله. كده حط كده وما تبخليش. هو كل اللي احنا خدناه ربع كيلو من الكنافه، ما خدناش النص كله كمان. كده طبقي كده. انا مش عاوزاها تبقى مبرومه صوابع، لا انا عايزاها تبقى مطبقه كده. مم. شايفين يا جماعه؟ يلا على الصو جاري نحط هنا لفه جنب اختها.
شايفين انا الصاج بتاعي مدور بس هملاه برضو. كده احنا خلصنا بقى كل الكميه معايا اهوت. يلا نبتدي بقى بسكينه حاميه كده ويلا نقطع مع بعض. وطبعا التقطيع اللي ايه اللي تعجبكم، يعني المتاح عليكم اللي تحبوها قطعوها، دي حاجه ترجع لكم انتوا. بس السكينه تكون حاميه علشان تعرف تقطع معانا الجلاش. شايفين يا جماعه اهو. ومالنا الصينيه حتى لو كانت مدوره، مش لازم تبقى مستطيله كده بطول ورقه الجلاش، لا. كده اهو. قطعي بقى كده ويلا بالزبده بقى ونسقي ايه الجلاش. حتى لو حطيتي سمنه كتير او زبده كتير على الوش، هو بيحتاج ايه الجلاش او الكنافه بتبقى محتاجه سمنه كتير. حطي وما تبخليش، واللي هيتبقى هيبقى في ارضيه الصينيه، ممكن تصفيها بعد التسويه. حطي كده اهو ويلا على الفرن. وكده شايفين لونها يا جماعه بعد ما طلعت معايا بقى. الشربات كان برد، حطيته في ازازه، والازازه دي انا خرماه مخصصاها للشربات. شايفين انا حطيتها اهوت بقى، وايه ونبتدي نسقي الجلاش بتاعنا. كده انت ايه يعني بقيتي واثقه ان الجلاش كله اتشرب بالازازه دي، لانها مخرومه وبتحط للكل وفي الجناب وكل. اسقيه حلو كده، لان الكنافه انا ما حطيتش فيها سكر، انا سبتها ساده ما حطيتش سكر، فعايز شربات كتير ومقرمش وطالع زي الفل. خبيزه يا جماعه تحطيه على الرف الوسطاني، على الشبكه على الرف الوسطاني، تقيدي من تحت، وبعدين بعد ما يشمع من تحت كده ويبتدي يحمر، تروحي قايده الشوايه على نار هاديه، والنار الهاديه دي هتخليه يبقى مقرمش معاكم مره، زي ما انتم شايفين كده، من فوق زي من تحت. شايفين الطعامه دي يا جماعه، وشايفين الحشوه. بسم الله تبارك الله، يستاهلكم بجد، اي حاجه حلوه تستاهلكم. شايفين يا جماعه بعد ما حطينا عليه بقى الفستق الكداب، شايفين الطعامه دي. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه. وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وطبعا الحاجات الحلوه دي عايزه كلمتين حلوين منكم تشجيع ليا، واقول لكم دمتم بخير.